السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير البداية الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيديونا اليوم هو كباب الدجاج. كباب الدجاج يعني بصدر الدجاج حنسويه إن شاء الله، وإن شاء الله طريقة تعجبكم، وتابعوا الفيديو وابقوا ويانا وشوفوا شلون طريقتي بالكباب. هاي هنا أنا عندي 3 صدر دجاج. عندي 3 صدر دجاج. دا أثرمهن أقطعهن يعني ناعم، وبعدين هاخذهن للمحضرة، أثرمهم بالمحضرة. هسه هنا أنا خليتهم بالمحضرة وحثرمهم، وشوفوا شلون طريقتي إن شاء الله تعجبكم. قسمتهن لقسمين يعني. هذا هنا أنا ثرمت البصل قبلهن، سويت البصل ناعم. هاي هنا أنا بقى نص من صدور الدجاج. هسه هيجي طلعته، هيجي ثرمته. شوفوا لي اياه هيجي ثرمته هسه، وحضيفه على البصل وابلش اثرم البقع القسم الثاني يعني. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. هاي هنا أنا عندي الكرفس وحبة طماطة واحدة ونص فلفل اخضر، هم ثرمتهم وضفتهم على على اللحم مال الدجاج. ان شاء الله طريقة حلوة وسهلة يعني جدا، ويعني مو مكلفة هواي. انه من 3 صدور دجاج، او انتو حسب العائلة قد تسووها. تقدر تسويها بصدر دجاج واحد او 2 او 3. هاي هنا هيجي صارت من عجنتهم سوا، او خليت عليهم رشة مع الطحين يعني رشة قليلة، يعني مقدار يعني كلش قليلة. هسه هنا أنا حضرت الصينية وخليهم بالصينية، دهنتها طبعا صينية. هاي هنا أنا حفرد العجين بالصينية، وابقوا وياي شوفوا شلون طريقتي من افرد العجين ومن شلون اقطعها هاي هنا هيك كملت فردت العجين كله. هو أنا ليش اقول عجين، هو بس لحم وبصل وكرفس المهم هسه هنا أنا كمل ورتبت الاطراف هذا كملته. وشوفوا شلون حروح اقطعه. هسه هنا أنا بلشت اقطع باللحم العجين، باللحم والعجين بدأ السحق. هسه بلشت اقطع بيه. هنا أنا هسه دا اقطعه، وشوفوا شلون اخليكم وياي وشوفوا شلون اكمل الطريقة، وان شاء الله تعجبكم. هسه هنا أنا هيك قطعتها بالطول، وتجي قصة ثانية اسويها من 3 قطع. انا مو تصير القطعة اقل يعني، مو تصير طويلة. هسه هيجي كملت، حخليها بالفرن. هسه خليت الفرن شوية يحمى، شغلت الفرن وحخليها بالفرن. هسه هنا أنا عندي ملعقة معجون ونص ليمونة اعصرهم، واخلي عليهم ملعقة سماق همينة، وزيت الزيتون، واخلطهم سوا امزجهم زين. هسه هنا أنا الكباب صار مستوي نص استواء. شوفوا شلون نص استواء هذا. هسه دا اخلي له هاي التوابل اللي خليتها، او
هو الليمون والهذا اللي خبطته. هسه تشوفوا شلون بعد التتبيلة هاي حتشوفون شلون حيطلع شكله ان شاء الله. اكمله وارجعه للفرن. هسه حاليا هو مستوي نص استواء. طبعا الفرن حار وما اقدر اشتغل. هسه هيجي حكمله وارجعه للفرن. ما شاء الله الريحة كلش طيبة، يعني مو طبيعية ريحتها طلعت. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وحخليه بالفرن. هسه هنا أنا قطعت البصل وضفت عليه سماق، همين ينطي يعني نكهة وينطي شكل، وهو يعني جوي الكباب هيجي. وان شاء الله طريقتي تكون عجبتكم. هسه هنا طلعت خليت عليه فلفل هيجي اللي فوق يعني. بعدين هنا كملت الصينية مال الكباب، وما شاء الله طلعت كلش حلوة والطعم كلش طيب والشكل ما شاء الله. وان شاء الله حتشوفون الطريقة هاي ناجحة. يعني استوى كامل يعني كله، يعني من الجهتين استوى ما شاء الله. كلش شكله حلو صار واستوى كلش زين، وريحته يعني كلش طيبة صارت ما شاء الله. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله طريقتي بالشوي الكباب تعجبكم. وشكرا لكم حبايبي، شكرا على كل شخص دخل قناتي، وشكرا على دعمكم، وشكر خاص والحبايب اللي ما يوم تخلوا عني، وهم اعتبرهم سندي واعتبرهم اخواني واهل الي. اني بدون ذكر اسماء هم يعرفون نفسهم من هم، اللي ما تركوني ولا تركوا قناتي ولا قصروا وياي. جزيل الشكر للجميع. واحد خلى بصمة، ترك بصمة بقناتي. وان شاء الله اشوفكم بالفيديو القادم، وان شاء الله الطريقة عجبتكم.